مفاجأة او مفاجآت في القصة دي. هقول لك شوية حاجات مش هتسمعها غير هنا. كل ما يتردد على ان امام عاشور ماشي في نهاية الموسم غير صحيح. كل ما يتردد، هقول لك شوية اخبار كده مش هتسمعها غير هنا. كل ما يتردد على ان امام عاشور سيرحل عن النادي الاهلي في نهاية الموسم، هذا الكلام غير صحيح. وبقول لك معلومات برضه، لكن انا في دي بقى 100% مع الكلام ده. مفيش لعيب في الاهلي بقدرات امام عاشور. مفيش لعيب في نص ملعب النادي الاهلي بقدرات امام عاشور. في قصه حاصله بقى مش مظبوطه، امام عاشور فيها مش مظبوط بقى له فتره. ده على اداره الاهلي انها تحلها، اداره الكوره في الاهلي. مش اداره الاهلي يعني خالد مرتجي يروح يحلها، ولا الجرحي ولا الضباطي ولا لا. الناس اللي بتدير الكوره بقى تشوف ايه القصه دي وتتحل. مفيش كواليتي في النادي الاهلي في نص الملعب ينقل النادي الاهلي من الدفاع للهجوم ويحل طلاسم بناء الهجمه، اللوغاريتم اللي تورب مش عارف يحله ده. لما امام عاشور بيبقى نعسان محدش يعمل كده غير امام عاشور. عمرك ما هتشوف تريزيجيه في مستواه الا لو امام عاشور في مستواه. عمرك ما هتشوف زيزو في مستواه الا لو امام عاشور في مستواه. عشان تبقى عارف مفيش لعيب في النادي الاهلي عنده قدرات هجوميه هيرجع له مستواه الا لو لعيب بكواليتي امام عاشور في نص الملعب. اللي هو كان عبد الله السعيد، وبعد كده قفشه. بس قفشه كان عنده سنه بطء، اللي هو عبد الله السعيد في الزمالك كده. دلوقتي لا يمكن هتشوف قدرات نجوم الاهلي، وبدليل ان الاهلي انهار فنيا لما انهار مستوى امام عاشور. النادي الاهلي في الكوره بيعتبروا ان دي اصول في النادي الاهلي نوقفها تاني على رجليها. لا امام عاشور ماشي، بص بقى اللي بقوله لك ده، ولا زيزو ماشي، ولا تريزيجيه ماشي. هذا الثلاثي مرفوض تماما رحيله. دي نمره واحد. يبقى امام عاشور كل ما يتردد انه ماشي وجاي له عقد، اصله نيس عايزه، اصله في الخليج، اصله في امريكا، اصل الاهلي مستني، اصل الاهلي هيبص على العروض، ممنوع تماما. ومعاه زيزو ممنوع رحيله، وتريزيجيه ممنوع رحيله. هذا الثلاثي مقفول عشان بس نبطل كلام في هذا الامر. تاني حاجه قصه يس تورب، وانه مكمل لبدايه الموسم ولازم مع الموسم التاني، وكل الهري اللي بيتقال في السكه دي مش هيتم. وموضوع يس تورب خلص. تاني، موضوع يس تورب خلص، ومع صفارة اخر ماتش في الدوري هياخد شنطته ويروح. اتفاق نهائي تم. فما تسمع اي حاجه غير كده تعتبر انه هري، يعني ساقت سوشيال زي ما بيقولوا. قصه يس تورب محسومه ومنتهيه مع صافره اخر مباراه للنادي الاهلي. كسبان دوري، خسران دوري، طالع تاني، طالع تالت، يلعب دوري ابطال، يلعب كونفدراليه، ما يلعبش حاجه، رابع خامس تامن. مش ينفع تامن، دول 7 بس. يس تورب صافره النهايه، الف سلامه، شكرا جزيلا، يرجع بلده من جديد. فالكلام ده مقفول تماما. عودة 2 نجوم سابقين في النادي الاهلي في خطوط مختلفة، مش هقول اسمائهم دلوقتي. 2 نجوم رجوعهم تاني في خطوط مختلفة من نجوم النادي الاهلي، وهيعلن عليهم بعد نهاية الموسم. هيعلن عنهم بعد نهاية الموسم. رحيل كل المحترفين باستثناء واحد. رحيل كل المحترفين كلهم بما فيهم المعارين، يعني لا جراديشار راجع، ولا رضا سليم راجع، ولا داري راجع، ولا زكي جمعه راجع، كريستو والناس دي. بكل المحترفين الحاليين في النادي الاهلي ما عدا واحد، والواحد ده مفاجاه. خلاص كده، برضو مش هقول دلوقتي. كل المحترفين اللي على قائمة النادي الاهلي موجودين او معارين كلهم هيمشوا ما عدا واحد فقط، والواحد ده مفاجأة. وفي 2 محترفين شبه تم الاتفاق معاهم، منهم واحد في نص الملعب برضو اسمه مفاجأة.
لاعب خط نص مدافع مفاجأة، وفرود كمان. تم الاتفاق معهم بشكل نهائي، فرود ولاعب خط نص مدافع. مفيش محترف بتشوفه في النادي الاهلي دلوقتي مستمر ما عدا واحد، والواحد ده مفاجأة. حلو كده؟ اقول تاني ولا كلام واضح؟ خلاص كده. وكل المعارين، لا جراديشار ولا داري ولا ماري ولا كل الكلام ده، انسى، قصتهم انتهت، قصة الامس. وفي ناس هتمشي في المحترفين مفاجأة، واللي قاعد مفاجأة. يلا يا عم. واتنين نجوم كبار قوي واسماء كبيرة قوي من اللي مشوا من النادي الاهلي راجعين مرة اخرى. السلام عليكم. بعيدا عن ان يستروب خلاص كده كده علاقته بالنادي الاهلي انتهت، باقي هم الثلاث ماتشات اللي فاضلين ايا كانت النتائج، وجمهور النادي الاهلي يعني الحمد لله ما عندوش حاجه يبكي عليها خلاص في الثلاث ماتشات اللي فاضلين، فايا كانت النتائج كده كده يستروب ماشي. لكن خلينا نتكلم بصراحه شويه، هل يستروب يتحمل لوحده كل المسؤوليه عن سوء النتائج في الفتره اللي حصلت؟ بص، من الظلم ان احنا نشيل المدرب كل الاسباب اللي ادت لسوء النتائج في الفتره اللي فاتت، لان هو في كلامه شيء من الصح. هو بيقول انا ما حضرتش فتره الاعداد وما اخترتش اللعيبه وماشي، وان كان موجود في عقده صحيح مع اسامه هلال، لان هنا ابراهيم عبد الجواد بيكشف بطريقه غير مباشره مين اللي تعاقد مع يستروب، اللي هو دلوقتي واضح ان هو اسامه هلال. لما قعدنا نسال كتير مين المسؤول عن التعاقد مع يستروب، مين اللي عمل العقد، فابراهيم عبد الجواد بيكشفها بطريقه غير مباشره. طيب يعني كده كده مدير التعاقدات من النادي الاهلي اللي هو اسامه هلال ده مبدئيا كده كده لازم يتحول للنيابه او يمشي فورا. نرجع ليستروب. يستروب مش لوحده يتحمل الاخطاء. اول حاجه عندنا استهتار كبير من اللعيبه وعدم الاداء بروح وبحماس داخل الملعب، دي واضحه جدا جدا. عندنا تذمر بين اللاعبين بسبب المكافآت والعقود والتجديدات والكلام ده، وده واضح برضه لاي حد منصف. المدرب الاخطاء بتاعته تتمثل في انا مدرب جاي صحيح ما لحقتش، وصحيح زي ما انت بتقول، لكن شخصيه المدرب ما ظهرتش مع اللعيبه. شخصيه المدرب في قياده المباريات ما ظهرتش. يعني حتى لو انت جاي صحيح في ما حضرتش فتره الاعداد، وحتى لو ما اخترتش، لكن انا اقدر افرض شخصيتي على الامكانيات المتاحه من اللاعبين، واتدخل تدخلاتي الفنيه في المباراه اللي تقدر تغير من نتيجه المباراه. اختياراتي في التشكيل، اختياراتي في التغييرات، تدخلاتي داخل المباراه عن طريق توظيف اللاعبين في اماكن معينه. اللمسه الفنيه اللي عند يستروب ما كانتش واضحه يا جماعه. اذا ده كشف ان هو مدرب بكل امانه متواضع ولا يليق بالنادي الاهلي، بغض النظر عن انه كلامه فيه شيء من الصح في موضوع ان هو ما تعاقدش او ما اختارش اللاعبين والكلام ده، تمام. لكن هو يتحمل جزء، وفي نفس الوقت اللعيبه تتحمل جزء، والاداره تتحمل جزء. طبعا لازم يكون الكلام ده واضح جدا جدا جدا. بعض الناس دلوقتي طالعه يعني بتتكلم على ان الهجوم على الكابتن محمود الخطيب. يا جماعه في صفحات بتدعي ان هي اهلاويه واتعملت على اساس ان هي اهلاويه، هي مش اهلاويه. بتستغل الهجوم او النقد للكابتن محمود الخطيب وتحوله لنقد شخصي للكابتن محمود الخطيب ونقد كامل للنادي الاهلي والمنظومه كلها. احنا شفنا من كام يوم الزمالك خد كاس مصر في كرة السلة على ما اعتقد، هاجت الدنيا وماجت وعملوا حفلات في كل القنوات. دي البطولة الوحيدة اللي الزمالك خدها في ألعاب الصالات السنة دي، في حين الأهلي أخد 18 بطولة. 18 بطولة ما شفناش ولا برنامج رياضي عمل لقاءات ولا اتكلم عن الموضوع ده خالص. شفتوا قد ايه؟ من شوية الزمالك طلع من كاس مصر لكرة اليد، مش على يد الأهلي على فكرة. الأهلي فاز على هوليوبلس في دور نصف النهائي، والزمالك خرج من أمام الأولمبي السكندري في الدور نصف النهائي لكرة اليد. يعني الزمالك خرج من كاس مصر لكرة اليد من شوية على يد فريق الأولمبي
بالقضية كمان في هدف في اخر ثانية. تمام. فنرجع لموضوع تروب. فايس تروب كده كده في كل الاحوال ماشي. ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ تقريبا انهوا العلاقة معاه، وهو خلاص تقريبا عارف ان هو ماشي في اخر 3 مباريات. موضوع الشرط الجزائي ومش الشرط الجزائي، هل ينتهي في 30/6 او هل يبدأ لازم الموسم الجديد؟ على فكرة ده مش هيأثر في اي حاجة. ليه؟ عشان انت عايز تقعد مع بداية الموسم الجديد اول مباراة وتمشي. انا ممكن اقعدك ومش هخلي لك اي صلاحيات، وهجيب واحد تاني له كل الصلاحيات، ومع اول صفارة البداية همشيك، وهكون ضيعت عليك الموسم انك تتعاقد مع نادي تاني لو انت مصمم يعني. لكن الامور التفاوضية دلوقتي طالما دخل فيها الاستاذ ياسين منصور والكابتن عبد الحفيظ مرنة، وانا شايف ان هي مرنة شوية ان هو هيمشي. بس هو ممكن موضوع 3 شهور 6 شهور 4 شهور الشرط الجزائي هو ده اللي بيتم التفاوض فيه حاليا. فالمدرب برضه والوكيله او الشركه التابعه ليه مش هيضيعوا عليه فرصه ان هو يتعاقد مع نادي جديد في فتره الصيف على اساس انه يصمم ان هو يقعد لبدايه الموسم مع النادي الاهلي. النادي الاهلي في بدايه الموسم على اسوأ الظروف هيمشيه، وممكن يقعده بدون صلاحيات طوال فتره الاعداد، والمدرب الجديد اللي هيتولى فترة الإعداد، وهتبقى كل شيء ماشي عادي خالص رسمي. لكن أنا متأكد إن في خلال ال3 مباريات اللي فاضلين يستروب علاقته بالنادي الأهلي هتكون انتهت تماما تماما، مهما كانت النتائج اللي هيحققها النادي الأهلي في بطولة الدوري أو المباريات المتبقية.